السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومتابعين قناة حسام في المدير. معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى في فيديو جديد. هنعرض لكم كنبة سرير بصحارة تخزين موديل جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. تم تنفيذ المنتج يا جماعة للأستاذ أحمد مصطفى كامل من القاهرة، جسر السويس، عين شمس. بفضل الله سبحانه وتعالى الأستاذ أحمد تواصل معنا بعد ما شاف الموديل ده على قناتنا على اليوتيوب وعجبه المنتج، بسم الله ما شاء الله. تواصل معنا وسألنا على سعر المنتج والخامات المستخدمة في المنتج والقصة اللي حضراتكم عارفينها دي، وازاي بيتم التعامل معنا اونلاين. فقلنا له بفضل الله سبحانه وتعالى، واللي حابب يعرف طريقة التعامل معنا اونلاين بتكون ازاي، بفضل الله عاملين لكم فيديو لطريقة التعامل معنا اونلاين. لينك الفيديو موجود في وصف الفيديو، هنضغط على العنوان هيظهر لحضراتكم وصف الفيديو. وصف الفيديو موجود فيه لينك الفيديو التعريفي بطريقة التعامل معنا اونلاين، يا ريت حضراتكم ان شاء الله سبحانه وتعالى تشاهدوه. بعد كده الاستاذ احمد حول لنا عربون 500 جنيه على الحساب البنكي، ومن خلاله بدأنا نشتغل في الكنبة، وحددنا له طبعا ميعاد التسليم قبل ما يحول لنا العربون، وإن شاء الله يتم شحن الكنبة في خلال أيام للأستاذ أحمد إن شاء الله في جسر السويس، عين شمس، محافظة القاهرة. وطبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا الشحن بيكون هدية لكن بدون طلوع. احنا بنوصل بفضل الله سبحانه وتعالى لغاية باب البيت من تحت، والطلوع بيكون على العميل بتاعنا، سواء أصحابه أو أهله هيطلعوا معاه، أو إن حب يعني لما مكتب الشحن يكلمه على أساس هيوصل له الكنبة الساعة كام، يا ريت يتواصل معاهم ويقول لهم يبعت لهم حد يطلع الكنبة، ويتفق معاهم هيحاسبوا والحساب هيكون كام إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأستاذ أحمد طلب مننا إن الموديل يكون جسم الكنبة بالكامل من اللون الجلد المقلوب العسل ده يا جماعة. طبعا القماش جلد مقلوب سيراميكا، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. ووش الكنبة بتاع اللي متثبت في القاعدة المتحركة برضو يكون من الغامق، وظهر الكنبة اللي ورا برضو يكون من الغامق، لكن القاعدة والظهر المتحرك يكون من الفاتح، ويكون الاتنين تكوى من الفاتح، والمخدتين من الغامق، والتكاوي الفايبر الكبيرة الهدية دي تكون وش فاتح ووش غامق زي ما هنشوف في عرض الفيديو إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا أصدقاء القناة اللي بيكلمونا ليهم معانا طبعا عروض وخصومات كتيرة جدا. فطبعا الكنبة متطبق عليها خصم 10%، متطبق عليها الشحن هدية، معاها كمان بف هدية. البف الجميل ده يا جماعة مساحته 45 في 45 في ارتفاع 48. طلب مننا الأستاذ أحمد يكون البف برضه من تحت غامق ومن فوق فاتح، وتم التنفيذ زي ما طلب مننا الأستاذ أحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا أصدقاء القناة اللي بيكلمونا ليهم عروض وخصومات جميلة جدا جدا. أول حاجة الكنبة وشغلنا كله متطبق عليه خصم 10%، معانا طبعا الشحن هدية، معانا بف هدية على كل كنبة سرير أو أنتريه، معانا 2 مخدة هدية، والكنبة معاها كمان 2 تكوى فايبر كبار اللي في الظهر دول يا جماعة كمان بفضل الله سبحانه وتعالى هدية. هي كنبة عادية خالص يا جماعة، مساحتها من بره لبره مترين وعشرين، مترين وعشرين سم. مساحتها من بره لبره مترين وعشرين سنتي. العمق بتاعها كده يا جماعة حوالي 90 سنتي، بسم الله ما شاء الله. واستخدامها سهل جدا جدا، وفيها كمان ميزة صحارة التخزين زي ما هنشوف في عرض الفيديو. طبعا الكنبة من الخشب الزان الأحمر بالكامل. القماش المستخدم جلد مقلوب الخامة سيراميكا، خامة تقيلة بسم الله ما شاء الله. الاسفنج كثافة 35. الفايبر المستخدم في المتحرك ده كله يا جماعة فايبر سوبر سوفت. وكل القطع المتحركة دي يا جماعة سواء التكويتين الكبار أو المخدتين الصغيرين أو التكويتين الصغيرين كلهم بسوست وبطانة من الداخل، على أساس ست البيت لو حابة تغسلهم ولا حاجة يكون الأمر سهل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لها. طبعا الكنبة هي كنبة عادية خالص زي ما هنشوف، زي ما شفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في عرض الفيديو دلوقتي. وبتستخدم كمان كسرير، وفيها كمان من الداخل صحارة تخزين بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما قلنا كل المتحرك يا جماعة فيه سوستة عشان البطانة، عشان ست البيت لو حابة تغسله.
وفيه بطانة طبعا في الداخل. ست البيت حابة تغسل مثلا التكوى أو المخدة، بفضل الله الأمر سهل، وترجعها بفضل الله في مكانها تاني. ومعانا 2 جرار عشان لو واحد مثلا لا قدر الله باظ ولا حاجة تاني يبقى معانا يحل محله إن شاء الله. بنشيل طبعا التكاوي بتاعتنا يا جماعة، الكبيرة والصغيرة. وبنبدأ نسحب القاعدة يا جماعة. القاعدة دي يا جماعة على 2 ميكانيزم في الداخل، 2 ميكانيزم تركي، حاجة جميلة جدا. بنسحب بقى القاعدة من وش الكنبة، رفعة واحدة بس بتفتح معانا بفضل الله سبحانه وتعالى القاعدة زي ما احنا شايفين. معانا صحارة التخزين في الداخل. لو الكنبة لو الكاميرا اتقرب، بسم الله ما شاء الله، صحارة تخزين بسم الله ما شاء الله واسعة. مساحتها بسم الله ما شاء الله حوالي 83 سنتي في الدرج الواحد، في 85 أو 86 سنتي في ارتفاع حوالي 27 أو 28 سنتي. معانا طبعا درجين مساحتهم بسم الله ما شاء الله كبيرة زي ما احنا شايفين، حوالي 83 في 83 سنتي. بعد كده بنقلب الجزء ده يا جماعة، اللي هو الجزء اللي هو المتحرك أو الظهر المتحرك بتاعنا، بنقلبه كده يا جماعة. بقت معانا القاعدة بسم الله ما شاء الله سرير مساحتها بسم الله ما شاء الله كبيرة، حوالي 140 سم كده يا جماعة في العمق ما بين المخدعين. العرض ما بين المخدعين حوالي 186 سم. وطبعا معانا الاثنين مخدة الهدية علشان لو حد حابب يريح على الكنبة يبقى الأمر سهل جدا، ما يحتاجش يجيب مخدات أو حاجة. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. والسرير بتاعها بسم الله ما شاء الله مساحته جميلة جدا. طبعا يا جماعة كل سواء القاعدة من هنا من تحت أو الجزء المكمل ده بتاع الظهر متجلد أبلكاش كونتر 8 مللي، ومتدعم من تحت بخشب زان كمان، على أساس الكنبة تتحمل بفضل الله سبحانه وتعالى النوم، وتبقى بسم الله ما شاء الله معانا بسم الله ما شاء الله تعيش عمر أكبر بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما استخدمنا الكنبة يا جماعة كسرير، بنبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى نرفع الظهر بتاعنا من الحزام ده كده يا جماعة. بيبدأ يرجع معانا الجزء المكمل للظهر في مكانه. بعد كده ضغطة واحدة بسيطة كده على وش الكنبة بتبدأ ترجع معانا القاعدة بفضل الله سبحانه وتعالى في مكانها تاني. بنبدأ نرجع التكاوي بتاعتنا في مكانها. طبعا التكاوي زي ما احنا شايفين نص وش غامق ووش كمان زي ما احنا شايفين وش غامق، والوش التاني زي ما احنا شايفين فاتح بسم الله ما شاء الله. في عرض الفيديو كانت التكاوي على الوش الفاتح، نخليها لكم على الوش الغامق زي ما احنا شايفين. طبعا الفايبر بتاع التكاوي دي يا جماعه من الداخل بسم الله ما شاء الله فايبر سوبر سوفت، حاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. كده بفضل الله سبحانه وتعالى الفيديو بتاعنا يا جماعة خلص. في نهاية الفيديو بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. بنقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى احنا مصنع والبيع عندنا بسعر المصنع بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا أصدقاء القناة اللي بيكلمونا زي ما شفنا في الفيديو لهم عروض وخصومات بسم الله ما شاء الله كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى معانا. وإن شاء الله يتم شحن الكنبة إن شاء الله في خلال أيام للأستاذ أحمد إن شاء الله سبحانه وتعالى. في نهاية الفيديو بنشكركم على حسن المتابعة. بنقول لكم لأول مرة يشاهدنا إذا عجبوا الفيديو يضغط إعجاب، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بفضل الله سبحانه وتعالى بننشره. واستنونا في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.